من بعد عقود من التحلطم وعقود من التذمر وعقود يعني سنوات عشرينات وثلاثينات من المناشدات ومعتصمات لقادتنا، وما كنا الصراحة نلقى استجابة فيها تتناسب حجم الإهانات والتعدي علينا ولا بحجم التمادي والغطرسة عند من طمع فينا وطمع بسكوتنا وطمع بصمتنا وطمع في حلمنا والطمع في طولة بالنا. لكن اليوم صج اتقوا غضبة الحليم. خلوني أقول ليش ومن وين الشعور بالفخر. لأول مرة تتحرك دولنا الخليجية بدون الاعتماد على الأم أمريكا، وما يكون دورنا ثانوي في أي تحرك وتحت قيادتهم كما جرت العادة حتى لما كان في تحرير الكويت على سبيل المثال. بالعكس، الأمريكان هالمرة آخر من يعلم، وباعترافهم وبتعليقات المسؤولين الأمريكيين خاصة من الجمهوريين الحزب الجمهوري مثل السيناتور جون ماكين، كلهم أكدوا هالكلام ويلومون الإدارة الأمريكية أنها السبب وراء فقدان الثقة فيها كحليف. على العموم احنا نقول الحمد لله ان احنا فقدنا الثقة فيهم حتى نعزز الثقة في أنفسنا. الحمد لله ان احنا فطمنا روحنا عن الدعم الأمريكي. لأول مرة القرار وقيادته خليجية 100%، ولأول مرة احنا نقول لنا الفخر وبالتضامن مع حلف عربي وإقليمي وتشارك فيه باكستان، وما تبونا نفتخر إلا نرفع الرأس. الشيء الثاني اللي خلينا نفتخر بعد هو عنصر المفاجأة في العملية، واعتقد هو إنجاز ومفخرة بحد ذاته وباعتراف من الأعداء، لأن رغم كل العملاء اللي موجودين يخدمون الأجندة الإيرانية في الدول العربية مع الأسف، إلا أن عاصفة الحزم كانت مفاجأة لإيران باعترافهم. يوم الجمعة وكالة أنباء فارس قالت فيه في تصريح أن رغم قوة استخباراتنا لكن احنا فوجئنا، وهذه مفخرة للعمل الاستخباراتي الخليجي ومفاجأة للأمريكان باعترافهم، وهذه بروحها يكتب فيها كتب وتدرس فن الدبلوماسية وفن الإعداد والتهيئة بصمت. أما الإنجاز الثالث فهو قيادة تحالف بهالحجم من الحشد العسكري متنوع. هذا يعتبر إنجاز خليجي وإنجاز عربي. ترى أبدا مو سهل تجمع تحت أمرك قيادة عدة قوات عسكرية من عدة دول وعلى وحدة هدف. هالكم من القوات المسلحة تقودها ترى يبيلها خبرة، بس سووها عيال السعودية. يعني مو بس الأمريكان قادرين على قيادة تحالف للقوات المسلحة بهالعدد، إلا السعوديين بعد قادرين وقادرين ونص، وهذه مصدر فخر واعتزاز. عاصفة الحزم نقدر نقول عنها أول اختبار لقدراتنا كدول مجلس التعاون، وأول اختبار لاستخباراتنا وقواتنا العسكرية الجوية والبحرية، وأول اختبار لمهاراتنا القيادية. ويقول لك الأمريكان قدموا لنا دعم لوجستي، وأنا أقول استريحوا، عندنا ترى أوراق قوية وايد، مو بس هذا التحالف، كلها كانت محطوطة في الفريزر ما كنا نستخدمها. واحدة منها بس ترى القوة العسكرية، وهذا احنا جربناها، لكن عندنا غيرها. عندنا الضغط الدبلوماسي اللي سبق عاصفة الحزم، وكان اختبار ورقة الدبلوماسية السعودية اللي ينطبق عليها أيضا ترى عاصمة الحزم الدبلوماسي. لما شفنا موقف المملكة العربية السعودية من منع وزيرة خارجية السويد من إلقاء كلمتها في الجامعة العربية، قلنا بيه صج حركة قوية. لكن اللي شفناه عقبها كان أكثر، لأن تبعها سحب السفير السعودي من السويد ومنع 100 سويدي من أصحاب الأعمال من الدخول للسعودية. وياتك الصفعة الأقوى من وجهة نظري هو رد فعل مجلس التعاون. دول مجلس التعاون لأول مرة تتحرك ككتلة واحدة بحزم دبلوماسي وصل لسحب السفير الإماراتي من السويد واستدعائه في البحرين والكويت. رد فعل مجلس التعاون الحازم هو الاختبار الأولي لأوراق الضغط الحقيقية اللي احنا نملكها. كذي لما نتحرك كتلة واحدة كاتحاد، شوفوا النتيجة ايش صار. اعتذار من ملك السويد، والبرلمان السويدي يستجوب وزيرة الخارجية ويطالبها بالاعتذار للسعودية، تقول له والله اعتذرت، لكن سكروا التليفون في وجهي. كذي يفرض الاحترام. عالم ما يعرف إلا لغة القوة،
فرضنا احترامنا بالأدب الدبلوماسي، بالتخلي عن النظرة الدونية لأنفسنا، وأخذنا منهم هالمرة